سراب فيه تهت وعلى وجهه شظايا ندم فيه انتهيت. أذكر أنني كنت ألقي محاضرة كهذه في لوس أنجلوس بأمريكا، واعترضني أخوان مسلمان سوريان، وقال لي أحدهما: يا شيخ محمد والله لو سمحت عاوزين بس الأخ الأمريكي ده يردد الشهادة خلفك لأنه جاء ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت: أهلا وسهلا، تعال اتفضل يا أخي. وأجلست الأمريكية إلى جواري وقلت له قبل أن تنطق الشهادتين: أريد أن أسألك ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ لماذا أتيت لتسلم ولتدخل ديننا، وديننا متهم بالإرهاب ومتهم بالتطرف والتخلف والرجعية إلى غير ذلك، فما الذي جاء بك إلينا؟ فأخبرني أنه ملياردير يمتلك الأساطيل في البحار والشركات والأموال، يقول لي ومع ذلك هو لم يشعر بطعم السعادة قط، حتى قال لي في ترجمة حرفية إنه يئس من الحياة وحاول أن ينتحر 16 مرة ولكن لم يقدر الله عليه الموت. ثم قال لي بأنه دخل في هذا اليوم الذي دخل علي فيه إلى المركز، دخل إحدى شركاته فوجد هذا الأخ السوري الذي نادى علي وأوقفني وضع قدمه في حوض الماء الذي يغسل فيه وجهه، فصرخ فيه وقال: أين الخلق وأين الأدب وأين ما يسمى بالإتيكيت؟ كيف تضع قدمك في حوض الماء الذي يغسل فيه وجهه؟ فقال له: أنا أتوضأ وأنا أغسل قدمي كل يوم 5 مرات أو يزيد. فتعجب الأمريكي: تغسل قدمك 5 مرات؟ ولماذا؟ قال: للوضوء. قال: وما الوضوء؟ فأجابه. قال: ولما الوضوء؟ قال: للصلاة. قال: وما الصلاة؟ فأجابه. قال: ولمن تصلي؟ قال: لله. قال: من الله؟ فأجابه. لا يعرف شيئا. قال: ما دخلت عليك قط إلا ورأيت السعادة على وجهك، وما رأيتك ثملا أي سكرانا. قال: لا، أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر، وعلمني النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال له الأمريكي: فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالراحة والسعادة التي تحياها وتعيشها؟ قال: نعم. إن صدق؟ قال: أنا صادق. قل لي ماذا أصنع؟ أنا أريد أن أحيا حياة سعيدة، لقد سئمت ومللت الحياة. فقال له: اغتسل. فاغتسل وأتى بي إلى المركز الإسلامي، ورزقني الله هذا الرزق الثمين بغير سبب. ثم قربته فقلت له بعدما شرح لي: والله يا إخواني وأخواتي، لقد دخلت قصر هذا الرجل وما رأيت في هذا الإبداع وفي هذا الجمال قط، ومع ذلك قل سئمت الحياة، مللت الحياة. قلت: سبحان الله. فلما قلت: ردد خلفي إذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وشعرت يومها يا بناتي ويا أبنائي بثقل الشهادة، شعرت بثقل الشهادة وهو يردد الشهادة وينطق كل حرف على حدة. فلما أنهى نطق الشهادتين ارتجف وارتفع صوته بالبكاء، فقام الإخوة ليسكتوه، فقلت: اجلسوا واتركوه، دعوه. فلما بكى واستقر قلت له: أسألك لماذا بكيت؟ قال: لا لا لا، بل أنا أسألك، أجبني أنت أولا. قلت: تفضل، اطرح ما شئت. قال: ما هو السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن؟ قلت: ماذا تقصد؟ قال: أقصد أنني أشعر الآن براحة وسعادة ما ذقت حلاوتها ولا طعمها قبل النطق بهذه الكلمة، فما السر الذي وضعتموه فيها؟ قلت: إنه سر انشراح الصدر بالإسلام، إنه سر سعادة النفس واستقرار الضمير بكلمة التوحيد لا إله إلا الله
محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت.